بعد وفاة محمد علي مصر دخلت في أزمات مالية بسبب تغير نظام الحكم تدخلات أوروبا. أول سبب كان ضعف موارد الدولة اللي عندنا، لأن أغلب المشروعات اللي عملها محمد علي اتوقفت بعد موته، فدخل الدولة هنا قل بشكل كبير. بعدها جه قرار من الدولة العثمانية بإلغاء نظام الاحتكار، وهنا خلى الأسعار تتلخبط ومصر تخسر أهم مورد عندها. وكمان الحكام اللي جم بعده زودوا الأزمة، وخاصة عندنا إسماعيل بسبب الإسراف والإنفاق على القصور والمشروعات الضخمة اللي ما كانش ليها عائد تكفي تكلفتها. ومع سعيد باشا ظهرت مشكلة تانية، الامتيازات الأجنبية اللي ادت للأجانب إعفاءات وامتيازات قللت من دخل مصر، وكمان امتيازات قناة السويس اللي حمل الدولة نفقات ومصروفات كانت زيادة فوق طاقتها. وفي عهد إسماعيل مصر غرقت في القروض الأجنبية، والديون هنا كبرت لدرجة إن مصر ما بقتش قادرة تسدد حتى الديون ولا الفوائد بتاعتها. وفي الآخر بسبب كمية الديون دي اتفرض على مصر المراقبة الثنائية من إنجلترا وفرنسا، ومن هنا فقدت مصر استقلالها المالي. دي من أهم الأسباب اللي خلت مصر تدخل في أزمة مالية بعد عهد محمد علي. طبعا تابعونا على اليوتيوب عشان تعرف أهم الأسباب اللي حصلت والنتائج بتاعتها. معكم مستر محمود وائل، مدرس التاريخ للمرحلة الثانوية.